السلام عليكم يا صديقي. بص يا صديقي، دي مغارة تخص المصري القديم. احنا في الغرب، ودي مغارة تخص مين؟ المصري القديم. بحدود المغارة اهي. تمام. المغارة دي كانت مقفولة من بره، مقفولة من بره، حدود القفلة بتاعتها اهي كلها اهي. ودي كانت مقفولة من بره، هيصورها لك من جوه كمان. دي زي المداخل اللي كنت بصورها لحضرتك وبقول لك مقفول من بره ولا من جوه. تمام كده. لما كسر، دخل لقى مصطبة هنا ولقى طاقتين موجودين هنا، كسر فيهم وسابهم ومشى. تعالى بس انا عايز اوريك المدخل مقفول او دي كانت مقفولة من بره ولا لا. اهي بص مكانها اهي، ده المفروض المكان اهو. تمام. ودي الصخرة اللي من بره اهي، واضحة خالص اهيت. تمام. وادي مقفولة اهي، القفلة بقت اهي. لما كسر يا صديقي، احنا في الغرب، لما كسر يا صديقي، تمام كده، لما كسر دخل لقى ايه؟ دخل لقى اللي انت شفته ده، لقى هنا مصطبة، فقام مكسرها، ملقاش تحتيها حاجة، ملقاش فيها حاجة. هو كان فاكر ان فيها حاجة، وقعد يكسر هنا وقعد يكسر هنا على اساس ان دي طاقات، وقعد يكسر هنا على اساس ان دي فيها حاجة ومفيش اي مشكلة، وملقاش حاجة ومشى. لا كمان خد عندك بقى ان من جوه معمولة متمحرة من طفلة ورمل حيبة اهو، من طفلة ورمل حيبة وتبن، يا رب يكون واضح في الصورة اهو، تبن. تمام. وطفلة وحجارة. تمام كده. ده قدام حضرتك ادي المغارة اهي، مقفولة اهي، كانت المفروض تبقى مقفولة من بره، لسه الطربوش بتاعها بره اهو. هي دهيت كان كسر دخل لقاها. طبعا انا لما شرحت لك الكلام ده كله، او لما بشرح لك حاجة لازم اجيب لك عليها دليل. دليل اهيت، ادي مصر القديم. لا ده في حاجة بقى هفجعك، يعني هصدمك بيها، بس الفيديو اللي جاي ان شاء الله. لايك ومتابعة وشير وكومنت. وانتظروا الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. انا احمد سفاري، ودي صفحة زي الاشارات ما بتقول. السلام عليكم.